بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه هنتكلم على اهم حاجه، وهي التحصين التسمم الدموي الفيروسي. هنتكلم ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هندي التحصين كم مره في السنه، وهنتكلم برضو اللهم صل على سيدنا محمد الام تاخد كم سنتي، كبير والصغير ياخد كم سنتي. وهنتكلم برضو اللهم صل على سيدنا محمد الامهات اللي هي عش تاخد امتى، قبل الولاده ولا بعد الولاده ولا امتى. وهنتكلم برضو على اللهم صل على سيدنا محمد ايه هو اهم نوع تحصين يتاخد للارانب في الفيروسي. انواع وانواع كتير، في المصري، في النوع المستورد الاسباني. هنتكلم على كذا نوع يعني. ماشي، هنكلمكم مين احسن نوع وماشي، وهنكلمكم يتاخد كم مره في السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ماشي احنا جايبين تحصين اللي هو التسمم الدموي الفيروسي، ازاز من دي. طبعا في ناس ما شافتش الازازه دي قبل كده. ماشي. من التحصين اللي هو دلوقتي يعني احسن تحصين يعتبر في مصر، اللي هو التحصين بتاع الدكتور عبد النبي طاحون. ماشي، دي احسن تحصين الصراحه، والناس كلها بتشكر فيه، وانا بحصن منه بقالي سنين. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني تحصين جميل. ماشي، وبطلع ازاز زي دي كده، في ازازتين نوع، يعني ازازه زي دي كده 50 سنتي. ماشي، وفي ازازه اكبر منها 100 سنتي. ماشي. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. التحصين اللي هو التسمم الدموي الفيروسي ديت بيتاخد كام مره في السنه؟ اقول لكم بيتاخد كام مره في السنه. هو بيتاخد 3 مرات في السنه. ماشي، كل 4 شهور بيتاخد مره. في ناس بتقول طب ما احنا بندي على سنه، وفي ناس بتقول بندي على ايه، على 6 شهور. لا، اللي هو ابو 6 شهور ديت احنا بنديه كل 4 شهور، دي الافضل. لاننا احنا بنسبق زي ما احنا عارفين كده، بنحب نوصل لكم المعلومه يعني. ماشي صح، في اللي احنا بنسبق المرض. ماشي. بالشهور. ازاي يعني انا مثلا ما استناش ادي الارنب عندي تحصين، كمان بديله تحصين مثلا 6 شهور، واستنى ال6 شهور يخلصوا واديله ايه، تحصين تاني. لا، انا بسبق المرض بكام، بشهرين. يعني مثلا قبل المفعول بتاع التحصين ما يخلص من جسم الارنب يكون موجود تاني. لان كل ما بيعدي عليه فتره في جسم الارنب، كل ما مفعوله ايه بيبطأ في جسم الارنب. فاحنا بنحصن كل 4 شهور، ودي اللي ماشي عامه يعني. مش انا ما بتكلمش على نفسنا بس، الناس كلها ماشيه دلوقتي اللي هو 4 شهور، بيحصن 4 شهور. في 4 شهور ايه، يبقى كده 4 مرات في السنه. طيب امتى اللي هم ال4 مرات في السنه، اللي هم افضل 4 مرات اللي هم بيجي فيهم الوقت بتاع التسمم الدموي الفيروسي، اللي هو شهر 12 وشهر 3 وشهر 8. يبقى احنا نحصن ماشي في 12، ونحصن في 3، ونحصن في 8. يبقى كده بنحصن كل 4 شهور. اللهم صل على سيدنا محمد. ويبقى كده كام، 4 مرات في السنة. كل مرة بينها وبين التانية 4 شهور. ماشي. طيب الحاجة التانية، الأم بتاخد كام سنتي من التسمم الدموي ديت بتاع الدكتور عبد النبي طاحون؟ انا والله الدكتور بسم الله ما شاء الله، يعني التحصين بتاع الدكتور عبد النبي طاحون دي انا شايفه هو الافضل في مصر. ماشي. التحصين بسم الله ما شاء الله، كانت في مزارع ياما واجعه من التسمم الدموي، اول ما حصلت من التحصين ديت بسم الله ما شاء الله، التسمم الدموي واقف عندهم فوري في خلال 24 ساعه من التحصين دي. يعني هو الاحسن في مصر، يعني انا شايف اللي هو احسن في مصر. في اللهم صل على سيدنا محمد، الام بتاخد كام سنتي، وال واللي هو الارانب الصغيره بتاخد كام سنتي. الارنب الصغير لو انت هتحصره بتحصره على عمر شهرين. يعني انت مثلا طلعت بتبيعه مثلا من بعد ما تفطمه من عند امه بشهر، بياكل شهر، بتعلفه عندك شهر وتبيعه، بيبقى عمره شهرين. في اللي انت بتبيعه، واللي انت بتخليه عندك مثلا احلال، بتحصنه على ايه، على شهرين كده، يبقى عمره شهرين. يبقى انتوا كده عايزين تعرفوا الارنب اللي هو عمره شهرين ياخد قد ايه، والام اللي هي شغاله عندك او الذكر اللي شغال عندك بياخد قد ايه. الام اللي هي شغاله عندك دي بتاخد سنتي، او الذكر اللي شغال عندك سنتي. طيب بالنسبة بقى للأرانب الصغيرة، الأرنب الصغير اللي هو عمره شهرين، ده يبقى أول تحصين ليه. هياخد كام معاك، من نص سنتي ماشي ل3/4 سنتي، يعني سنتي إلا ربع ونص سنتي معاك. ولو لقيت الأرنب يعني اللي هو عمره شهرين دي وزنه حلو وكويس ومعدي ال2 كيلو، ممكن تديله سنتي من ديت، مفيش أي مشكلة. خايف عليه انت، ممكن تديله نص سنتي او سنتي الا ربع زي ما انت عايز. ماشي، اديله نص سنتي، مش وحش. نص سنتي كويس عليه. في المرة الجاية يكون عمره كبر، ماشي، يبقى عنده كده 6 شهور. هياخد كام، هياخد سنتي كامل مني.
اللي هو التسمم الدموي الفيروسي دي. الام هتاخد سنتي في اي وقت، خلاص هي كده كده شغاله بتاخد سنتي لل وهي عشان هي خلاص ايه معديه الاربع شهور بتاخد ايه بتاخد السنتي. طيب في ناس بتقول طب انا مثلا حصنت الارانب اهو ماشي في شهر 3، وبعد شهرين من التحصين طلع عندي مثلا 3 4 حتت احلال ماشي، وفاضل لسه على ميعاد التحصين الجديد شهرين عشان احصن. اعمل ايه في الحتتين او التلاته اللي انا مطلعهم احلال دولت؟ انت ممكن تعمل معاهم حاجتين. لو انت عندك تحصين زياده حصن مفيش مشكله ماشي، لو ما عندكش تحصين عادي هتسيبهم لما يجي ميعاد تحصين المزرعه بتاعتك وتحصن كل مع بعض. طيب لو انا طب في ناس بتقول طب لو احنا حصناهم، يعني مثلا انا حصنتهم اهوت كان عندي تحصين وحصنتهم، وبعد شهرين جه ميعاد التحصين احصنهم تاني؟ ايوه يا باشا تحصنهم تاني. ليه نحصنهم تاني؟ هنقول لك ليه. لان اللهم صل على سيدنا محمد، انت كده تبقى عايز تمشي مزرعتك كلها تحصين مع بعضها، مش هنقعد بقى كل ايه كل شهر نحصن 3 حتت، كل شهر نحصن 4 حتت، مش عارف اعمل لكل واحد جدول. لا المزرعه كلها جدول مع بعض، ده كله جدول واحد. يعني انا مثلا حصنت الحتتين اللي هم الحلال عندي دي وميعاد التحصين جه بعد شهرين نحصن كله. هتقول لي مش غلط؟ لا مش غلط، مفيش اي مشكله. لو حتى انت محصنه بقالك شهر وحصنته تاني مفيش مشكله. لو انت محصنه بقالك اسبوع وجيت تحصنه تاني بعد الاسبوع مفيش اي مشكله، مش هيحصل للارنب اي مشكله عندك ماشي. فيبقى انت كده حصنت الارنب ديت مثلا طلع عندك حتتين تلاته حصنتهم وفاضل على ميعاد التحصين الشهر، عايز تسيبهم سيبهم، مش عايز تسيبهم وتحصنهم حصن الحتتين، ولما يجي ميعاد التحصين حصن ايه القطيع كله مع بعض. دي بالنسبه ليه لمواعيد التحصين، وبالنسبه للكبير والصغير وامتى يتحصن والكلام ده. في حاجه تانية برضه انا بحاول والله اللي انا بتكلم ما انساش حاجه، لان انا هدفي اللي انا عايز اوصل لك المعلومه صح. الامهات، الناس اللي بتسال بتقول لك الامهات عشرها ادي لها تلقيح ازاي؟ يعني اللهم صل عفوا ادي لها التحصين ازاي وهي عشار ماشي؟ حسب عشر الام. ازاي حسب عشر الام؟ يعني انا مثلا عندي ام مع عشرها بقى لها اسبوع ادي لها التحصين عادي، ام بقى لها 10 ايام ادي لها التحصين عادي، 20 يوم ادي لها التحصين عادي، 25 يوم ادي لها التحصين عادي، 27 يوم ادي لها التحصين عادي. لغايه 27 يوم يبقى فاضل يومين على الولاده ما تحصنش الام ماشي. هتقول لي ليه؟ نقول لك اخر يومين دول الام بيبقى عندها اجهاد ماشي من الحمل، لان الحمل خلاص بقى بتبقى على وشها اللي هي تولد ماشي، بتبقى الام اصلا سخنانه لوحدها وتعبانه ماشي من بسبب الولاده مسخناها. في التحصين ديت من طبيعته اللي هو لما يخش جسم الارنب دي اجسام مضاده يخش في جسم الارنب بيسخن الارنب، بيرفع درجه الحراره بتاعته. في الام كده كده درجه الحراره بتاعتها بتبقى اصلا رافعه. مع التحصين ديت ممكن يحصل لها اي مشاكل، ممكن حتى على الاقل تنزل عيالها ايه اللي هو الاجنه اللي فيها ميتين، ممكن هي ما يحصلهاش حاجه بس الاجنه اللي فيها ينزلوا ميتين. فاحنا بنتجنب الحته ديت ونسيبها بعد اليومين لما تولد، ونسيبها تاني يوم من الولاده تكون الارنبه كده اخذت يومين راحه بعد الولاده، المناعه بتاعتها رفعت، لان كده كده يا جماعه المناعه بتاعت الام دي ساعه الولاده بتنزل ماشي. فنعمل ايه؟ نسيب الام تستريح يومين ونيجي ايه ونيجي محصنينها من التحصين دي، مفيش اي مشكله يكون المناعه بتاعتها رفعت. طيب في ناس بتسال القطيع قبل ما برضه انا بحاول والله كل ما افتكر على حاجه بقول لك، لان انا هدفي زي ما قلت لكم انا اوصل لك المعلومه كامله، مش هقول لك جزء واسيب لك جزء تاني، بجمع لك كله في فيديو. في ناس بتسال نعمل ايه مع القطيع قبل التحصين؟ ممكن ارفع المناعه بتاعته؟ ممكن ترفع المناعه بتاعته، مهم جدا ان انت ترفع المناعه بتاعته، لان زي ما قلنا التحصين بيبقى قوي، اي تحصين بيبقى قوي، بس التحصين ديت بسم الله ما شاء الله امن يعني مفيش حاجه، بس احنا برضه للامان نحب نعمل بالوقايه والكلام ده. اللهم صل على سيدنا. الارانب قبل ما تحصنها من التحصين ديت بيومين هنحطوها رفع مناعه. عندك رفع المناعه اللي هو الف د 3 اهي ماشي، عندك اللي هو بتاع الخصوبه برضه الهيسمين ده في بقى بيشتغل خصوبه ورفع مناعه كويس، هنيجي قبلها بيومين ونحطه ايه الالف د 3 ديت لمده يومين، هيبقى مثلا ايه ديت ايه اللهم صل على سيدنا فيتامين ورفع مناعه في نفس الوقت، وبيقوي جسم الارنب وبيرفع مناعته، بيخلي الارنب صحته حلوه اللي هو يستقبل التحصين ماشي، مفيش حاجه تتعبه من التحصين. نديه رفع مناعه يومين قبل التحصين ماشي، وممكن يوم اللي هم يتحصنوا فيه كمان يبقى 3 ايام بس ماشي. في ناس مثلا بتقول لك يومين ويومين ماشي، انا مش محتاج من طول ما الارنب عندك كويس صحته كويسه ماشي، يبقى يومين قبلها يومين قبل التحصين، واليوم اللي فيه التحصين نحطه برضه فيتامين ويكفي على كده 100 100 مفيش اي مشكله عند الارنب ماشي.
اللهم صل على سيدنا محمد. ايه تاني اللي احنا بنقول عليه؟ في حاجات برضه والله العظيم كل حاجه بفتكرها بقول لكم عليها. المضاد الحيوي، في ناس بيقول لك ينفع الارنب اللي هو واخد مضاد حيوي ياخد تحصين؟ لا ما ينفعش، لان المضاد الحيوي هو والتحصين ديت ضد بعض. اول ما يخشوا في جسم مع الجسم، اول ما يخشوا الاثنين في جسم الارنب مع بعض ويقابلوا بعض، ماشي، الاثنين بيفسدوا بعض. ولا المضاد الحيوي بيعمل مفعوله مع الارنب، ولا التحصين بيعمل مفعول. الاثنين بيفسدوا من الاخر يعني، عشان الاثنين دخلوا مع بعض ضد بعض الاثنين. طب نعمل ايه؟ انا مثلا كانت امي تعبانه وديت لها مضاد حيوي، لان مثلا امي جت لها حاله وتعبت وانا كده كده محصن كمان يوم. نعمل ايه؟ لا، ادي الام مضاد حيوي اللي هي تبقى كويسه الاول، وبعد المضاد الحيوي ب3 ايام تحصن الام. هيكون نسبه المضاد الحيوي من جسم الارنب اتسحبت. يعني ممكن مفعول المضاد الحيوي بعد ما ياخده ب3 ايام بيتسحب من الجسم. فهنا انت ايه، خلاص فرمطت الام من المضاد الحيوي، تدي لها التحصين ديت عشان يشتغل معاها وخلص. طيب لو الام واخده برضه ايه، لو الام واخده تحصين وتعبت بعد التحصين مثلا بيوم ولا ب2، ماشي، لا حاول ان انت تزج معاها بشويه فيتامينات، ماشي، بس ما تديلاش المضاد الحيوي عشان برضه المضاد الحيوي يخش يبوظ الايه، التحصين دي. لان التحصين دي برضه بياخد يومين ولا 3 قبل ما يمشي في جسم الارنب وياخد وضعه في جسم الارنب، ماشي. عشان لو حاجات انت مضاد حيوي بعد التسمم الدموي ديت بيوم بتفسد الاثنين، او يومين بتفسد. فانت لازم تسيبه 3 ايام الاول في جسم الارنب، الارنب يسحبه كله في جسمه، وبعد كده تديله ايه، المضاد الحيوي. يا رب بس ايه ما اكونش ناسي حاجه. انا كده حاولت ان انا اجمع لكم كل المعلومات في فيديو واحد عن التحصين، ماشي، واتكلمت اللهم صل على سيدنا محمد عن اللي هي الولادة، ماشي، يتحصن امتى، قبل الولادة ولا بعد الولادة. واتكلمت على اعمار الارنب ياخد كام سنتي، واتكلمت على المضاد الحيوي مع التحصين ينفع ولا ما ينفعش. واتكلمت على مواعيد التحصين اللي هم 3 مرات في السنة، شهر 12 وشهر 3 وشهر 8. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى كده يا رب اكون فدتكم بمعلومة، ويا ريت ما تنسونيش باشتراك في القناة وتدعموني ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.